عاوزة أقول لك حاجة كمان. ما تقعدش في البيت وتستنى إن يجيلك شغل. روح دور على الشغل. ما تقولش أنا عندي أكل وشرب النهاردة وفلوس مثلا هتكفيني يومي، وأنا رضا حمد رب على كده. ماشي، أنا ما قلتلكش حاجة تحمد ربك وكل حاجة، لكن في حاجة هنا، إن ربنا يحاسبك على إنك أنت ساكت كده وما بتشتغلش فيه، لأن العمل عبادة. أول حاجة. تاني نقطة دي بتكون لك حلوة جدا إنك أنت تشتغل، بتشوف الناس وتعمل علاقات في حياتك، وجسمك مش يبقى فيه خمول ولا كسل ولا همدان. كل الحاجات دي مترتبة عليك انت. فما تقولش مثلا انا مش هشتغل، انا معرفش ايه، انا مكسل، ده انا هات يا ماما فلوس، ده هات يا اخويا، هات يا بابا، هات يا معرفش ايه. كل الفلوس دي هتروح فين؟ انت هتجيب بيها اكل وشرب وهتنام في الاخر. فاعمل حياتك كده كأنك انت يعني عاوز تمرن جسمك وعقلك وفكرك وكل الحاجات دي كلها. ما تخليكش واقف في إطار معين في حياتك، مستمر باللي انت فيه ده. وعود نفسك في التغيير طوالي، بإنك انت بتصلي فروضك وتحمد ربك والإذكار الصباح والمساء، بإن الروتين اليومي يتجدد. يعني يكون في تغيير في حياتك متجدد، مش إنسان بس قاعد مستني ياكل ويشرب. لا، الأكل والشرب ده مسألة روتينية، ممكن تاكل أي حاجة وتعيش عليها. انت ممكن تشتغل وتاكل أي حاجة تعيش عليها، وأولادك برضك تعودهم على كده. لكن اللي هو الفكر الصح إنك تعيش، تبني ذاتك وحياتك انت نفسك داخليا. تبني حياتك بإنك انت تعود نفسك على التغيير، مش الروتين اليومي اللي احنا عايشين فيه ده. بلاش الروتين اليومي ده، لأن الروتين اليومي ده ممل جدا. فالحياة مش قاعدة في البيت إنك قاعد في البيت وبس. الحياة إنك تستغل وقتك ده والوقت من ده، لأن اليوم بيروح على طول وبيفوتك. فخليك أنت أسبق منه، وتعمل حاجة لنفسك أسرع منه. إن أنت تعمل لنفسك ذاتك، تحرك عضلاتك، تحرك جسمك، تحرك نفسك، تروح هنا وتروح هنا، تعمل حسنة لله، تشوف الناس، تعمل علاقات. العلاقات بحد ذاتها حلوة جدا. نقطة كمان، إن لو أنت قاعد مع زوجتك ما تدنكش قاعد كده معاهم، عشان ممكن يحصل مشاكل واشتدادات في الكلام.